في سابقة فريدة وجميلة تمكن الشاب البغدادي مصطفى من صنع سيارة خشبية بالكامل بأدوات بسيطة ليتجول بها في شوارع العاصمة العراقية بغداد. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد حميد الأحمد، نتابع معا. مصطفى رشيد شاب رياضي بامتياز، لم يجد الدعم في الرياضة فاتجه إلى إبداعات بعيدة عن الرياضة، فصنع السيارة الخشب. السيارة الخشب التي تثير الفضول والإعجاب تجذب الناظرين إليها أينما يتجول بها، تلتفت إليه الأنظار من المارة والسائقين، ويطلب الكثير منه أن يلتقط صورا مع السيارة الخشب. مصطفى، من أين جاءت لك فكرة يعني صنع سيارة خشب؟ والله بصراحة أنا هاي فكرتي من زمان، يعني شيء يخص التراث العراقي ومعالمه، وشيء غريب ما حد مسويه، يعني حبيت نسوي شيء مو تقليدي يعني. منين اجاك الدعم؟ وبفضل الله يعني من بداية الشغل بيها ولحد هاللحظة، يعني أكثر الناس اللي اشتغلوا بيها وساعدوني، يعني إذا القيمة كانت تتكلف 100,000 يسووها ب 30,000، يعني 3/4 يوقعون من التكلفة مالتها، يعني هواية شباب ساعدوني. شنو الربط ما بين هذا الاختراع وما بين أنت كرياضي وصاحب بطولات؟ والله أستاذ، أنا يعني بصراحة شغلة الرياضة شوية أضوج، يعني أضوج أفتح موضوعها، العفو يعني اعذرني، لأن شفت نفسي 20 سنة قدمت ورفعت العلم وندق لي سلام جمهوري بلدان أجنبية وبلدان أوروبية وبلدان خليجية وعربية، كل شيء ما استفادت وكل شيء ما حصلت. حينما تقبل عليك هذه السيارة تراها كأنها من فيلم كرتوني، تصادفه بعض المشاكل القانونية، لكنه بروح الدعابة التي يمتلكها تنتهي مشكلته. من الداخل لا تختلف كثيرا عن الخارج، فالمقاعد كراسي تراثية والأرضيات صناعة يدوية، تارة تبدو كسيارة وتارة كعربة حصان وتارة أخرى كصندوق متحرك. حاول أن يجعل كل ما فيها تراثي عراقي، وفيها من العمل الكثير الذي لم ينجز بعد بسبب التمويل المادي، لكنه تلقى الدعم من بعض أصدقائه وبعض المتعاطفين والمعجبين بإبداعه. شنو المشاكل اللي لاقتك؟ تصدف مثلا يعني مثلا كل 20 شرطي مرور يطلع واحد من عندهم يريد يضبط على هالشيء هذا، كإجراءات رسمية. اي وهذا الشيء من حقه طبعا، لان السياره ما مبينه من معالمها اي شيء، يعني هي كراون 81 تاكسي نينوى، من تجي تباوع ماكو شيء اسمه تاكسي ولا شيء اسمه سياره، وما يعرفون هاي الشغله اللي تتنقل بالشارع شنو، غرفه بيت سياره، فيوقف يضبط ما اعرف ايش، يشوف جماعته يطقطقون صور، فهو يقول يابا ترى انا وقفتك مو اريد اضبط عليك 100%، بس يعني اريد افهم فيلمها شنو، فانا اشرح له اقول له هيجي يعطيك صوره. والله ان شاء الله دا يعني خير وسلامه. خلصت شغله السياره، عندي يعني مشروع صغير، شغله كرسي بشغلات غريبه، يعني كرسي يتنقل بحاف سمك صغير، بهواء يضرب بارد عليك، ودقم كلها تنداس، ولو اني ما اشرب نرجيله، يعني بي نرجيله بي فد قاعده كلش مريحه، لابتوب تنفتح، دوز دقمه تطلع طبله، يطلع شاي بيها، اكل طبيعي. بما انك رياضي، اكو شيء للرياضه تسويه؟ اي هسه بالوقت الحاضر ماخذ يعني قاعه داخل شلون سرداب جو عماره، كان هم شيء كلش تعبان، البارحه اشتغلت بيه رتبته. عائله رياضيه ايضا، يعني العائله ايضا عندهم ابداعات لو بس بالرياضه. يعني بفضل الله، يعني هو اخوتي يعني انمار صغير وفوقه احمد وفخري اللي هو اصغر مني،
كلهم ابطال دوره عربيه وابطال اسيويين ومع الاسف يعني اني يعني انتم الاخوان كلكم ابطال؟ ايه انمار رشيد، احمد رشيد، فخر رشيد، ابطال يعني مصارعين. يعني انمار دوره عربيه، احمد ترشح عرب، ومع الاسف احمد شويه يختلف عني وعن انمار اخويا. احنا شويه نحكي مثلا على الحق على هذا. احمد يعني شلون يعني انشر من عندنا بالبطولات وبالهاي، وتلقاه 24 ساعه هادئ وساكت، ورغم ما هو هادئ وساكت يحاولون يظلموه يعني الجهه المختصه بمجال الرياضه. مع الاسف العالم من برا ليش ناجح؟ كل من ينطوه اختصاصه، كل من ينطوه اختصاصه. يشوفوه من هو صغير شنو مثلا يضبط ويجي ينطوه عسكريه، يشوفوه الى واهس يسبح يسووه سباح ويصير. اكو امور تصير، ومع الاسف يعني اني مثلا على سبيل المثال انا ما اعرف اشيل رشاشه واضرب طلقات وما اعرف ايش، اروح من الماكو اروح اتعين بالجيش. زين اني كياني وضعيتي ما يعرف يضرب، شلون اني اتعين بالجيش؟ ما اعرف. زين انت ما لك علاقه بالثقافه وما لك علاقه لا شعر لا رسم لا اول لا تالي، تجيب تعينه بالثقافه؟ ما افتهم هاي. كل من غير واختصاصه حتى يبدع بعمله. طاقات مدفونة تصارع المصاعب لتخرج إبداعاتها رغم المصاعب. ذلك هو العراقي. حميد الأحمد، الشرقية نيوز.